بنات عاملين ايه؟ ويلكم تو شيماء دايريز. وحشتوني قوي 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 قوي. بس تعبانه قوي. الاول الفيديو ده بيتكلم عن ازاي تختاري الثيرابيست. هنتكلم عن الثيرابي، كل حاجه في الثيرابي بما ان دي اكتر اسئله بتجيلي. بس الناس اللي اول مره تحضر الفيديو ده يعني ممكن تسكيب حبه على ما افضفض مع البنات شويه وبعدين نبدا الفيديو. تعبانه جدا، تعبانه لدرجه مش قادره اقوم اروق الكومود واشيل الحاجات اللي محطوطه، فسامحوني النهارده على عشوائيه الفيديو، يعني بجد سامحوني لو الفيديو معاه عشوائي سيكا، بس مش قادره. تعبانه، انتوا عارفين الحمل وكده. و بس جود نيوز، مبسوطه قوي الحمد لله. انستجرام وصل 10K. حاسه ان انتوا شاركتوني رحله الكونتنت كريشن كده، يعني انتوا الناس اللي على تيك توك. بجد انستجرام كبلاتفورم كان صعب قوي، وانا كنت مصممه ان انا افضل حقيقيه عليه، ما اعملش حاجات بقى فلترد قوي وكده، فده خد مني وقت شويه بس الحمد لله. لا انا وصلت كمان 12000 ونص حاجه كده، بس يعني عديت التنكيل الحمد لله. فدي الجود نيوز. بس بأرهق بسرعة جدا. ما صورتش فيديو الأسبوع اللي فات عشان كنت عاملة حسابي ان انا اصوره. وكنت بقى بصور ريل وكده، وقلت اصور يوتيوب، تعبت وما قدرتش. قلت النهارده لازم اصور الفيديو ده عشان ينزل في ميعاده يوم الجمعة. المهم تعالوا نتكلم النهارده على الثيرابي. عايزه اتكلم معاكم كده في كل حاجه تخص الموضوع ده، عشان ده اكتر سؤال بيجيلي، اكتر سؤال بيجيلي في الدنيا. ازاي يقول لنا على ثيرابي كويس، ثيرابيست كويس. وعلى فكره انا قلت قبل كده، بس انا مش عايزه اقول بقى في الفيديو ده، عشان كل واحد يعمل الهوم ورك بتاعه ويختار هو بناء على اللي محتاجه. لان بجد بجد ده اكتر حاجه لازم تفهموها، وتفهموا ايه الفرق ما بين الثيرابيست، وايه الفرق ما بين السايكاتريست، وايه الفرق ما بين اللايف كوتش، عشان ما حدش يضحك عليكم. عشان الاندستري دي بقت في ناس بتتاجر بيها كتير قوي، ومش اي حد تسمعوا له تروحوا تاخدوا معاه سيشنز. تمام، فتعالوا نتكلم الاول ايه الفرق كده ما بين السايكاتريست والثيرابيست واللايف كوتش. تمام، اول واحد هو السايكاتريست. السايكاتريست ده اللي هو الدكتور خريج طب بشري، وده النوع المفضل لقلبي، اللي هو بيجمع ما بين السايكاتري اللي هو بيكتب ادويه، وما بين ان هو ثيرابي. تمام، ما بين ان هو بيتكلم معايا بيعالجني بالكلام، وما بين ان هو يقدر ان هو يكتب لي ادويه لو انا عندي حاجه mental illness، او انا عندي مرض، او بمر باكتئاب، او ايا كان. تمام. طيب الثيرابيست هو المعالج النفسي. المعالج النفسي ده بيبقى ساعات معاه ماجستير في السايكولوجي، معاه سيرتيفيكتس ليها علاقه بالسايكولوجي، بس مش او بعلم النفس، بس مش بالضروري يكون خريج طب. تمام كده. اللايف كوتش بقى، اللايف كوتش ده حد هو بيحب علم النفس جدا. تمام، فقرر ان هو يدرسه، فدرسه عن طريق الكوتشنج. فالكوتشنج اكتر هو حد بيسألك أسئلة ويساعدك انت اللي تجاوب على الأسئلة دي، ويستكشفها معاك ويفتح لك دماغك. كمان السايكاتريست بقى الشاطر هو اللي يقول لك لو انت مش محتاج ادويه، لا انت محتاج ثيرابي، لا انت محتاج لايف كوتش، حد يبقى معاك في رحلتك، في الجيرني بتاعتك، يساعدك من غير ما يشخصك، من غير ما يقول لك انت عندك كذا. تمام. حاجه كمان لازم تعرفوها عن الثيرابي يا بنات، انه ان الثيرابي مش لازم ان هو يبقى انا رايحه وانا الدكتور ده انا مستنيه يشخصني بمرض كذا. اولا ما ينفعش دكتور اروح له من اول مره يشخصني ان انا عندي اي حاجه من اول مره، لازم من 3 أو 4 مرات. تمام، والتشخيص مش دايما بيبقى هي الحاجه اللي احنا المفروض نمشي وراها، يعني لان ده ممكن يضرني اكتر من هو ينفعني لو مش هي حاجه مرضيه. هشرح لكم زي ايه حاجه مرضيه. يعني بمعنى ان انتوا مثلا لو بوردر لاين بيرسوناليتي، بنقرا كتير عن الشخصيه الحديه مثلا. تمام، مش اصح حاجه ان الدكتور يجي يقول لي انت بوردر لاين بيرسوناليتي، لان هو بيحكم عليا، فانا هروح اقعد اقرا في وسط كل ده هلاقي ان البوردر لاين بيرسوناليتي دي في ناس بتتكلم عليها وحش جدا، وبتتكلم عليها انها ما بتتعالجش، وبتتكلم فاكتئب اكتر، فالدنيا تبوظ مني. فمش احسن حاجه ان انا لازم اخد تشخيص. ممكن اخد تشخيص بعد فتره، ممكن اسال الدكتور بعد فتره، بس اصبر على رحله الثيرابي، اصبر على الرحله بتاعه الثيرابي نفسها. انا ازاي يعني ازاي طول الرحله انا ماشي وبعمل اكسرسايز وبعمل الحاجات اللي عليا، وبحاول اشتغل على نفسي في الرحله دي. تمام. طيب حاجه بقى مهمه قوي بالنسبه للسايكاتري، ودي حاجه انا بجد بجد نفسي طول عمري ان انا اعمل awareness بيها. يا جماعه في امراض نفسيه بتحتاج علاج، العلاج مش عيب، الدواء مش عيب. في اصلا امراض ما ينفعش غير ان هي لازم يتاخد فيها علاج، زي مثلا الباي بولر اللي هو اضطراب ثنائي القطب. تمام، ده حاجه الحد المريض بالباي بولر بيعيش طول عمره بياخد علاج، بياخد علاج
لفتره عشان يتعالج من النوبات، وبعدين بياخد علاج وقائي كل يوم على حسب ما الدكتور بيكتبه له، علاج وقائي من النوبات، لان ده بيحصل خلل في كميه المخ. فمش عيب خالص ان انا اخد علاج، او مش عيب خالص ان انا اروح لدكتور، لان انا مش منتلي كويس. عايزه احكي لكم حكايه والله العظيم مؤثره فيا جدا جدا من امبارح. حد نزل على جروب بتاع امهات انه في واحده بتسيب اطفالها، وانا لحد دلوقتي انا بحكي لكم الحكايه دي هتحسوا ان هو في كده. المهم ان هي بتسيب اطفالها في المول، لانه في الكومنتس كانت في ناس كذا حد شاف الاطفال دي بتسيب في مول مشهور. بتسيب الاطفال وتروح تتمشى طول النهار في المول، وبعدين تروح تشرب قهوه، وبعدين ترجع تاخد الاطفال اخر اليوم. والاطفال انا يعني الست مصوراهم 1.5 و4 سنين، ولاد ناس يعني لابسين كويس، شعرهم كويس، العيال لابسه كويس. انا اول حاجه جت في دماغي انه الام دي اكيد مضطربه نفسيا، اكيد عندها حاجه نفسيه يعني، وده نتيجه عدم الوعي. ناس كتيره قوي ممكن حواليها، اصلا انا مش ببرر لها اللي هي بتعمله ده، لازم يتبلغ عليه نجدة الطفل، بس في ناس امهات كتيره قوي بعد الخلفه بتمر بالبوست بارتم ديبريشن، وده بيوصل لحاله من حالات بعد كده ممكن يوصل معاها نوبات وتهيؤات، ويوصل معاها لمرحله وحشه جدا، ومحدش من اللي حواليها حاسس، ومحدش من اللي حواليها شايف. ممكن يبقوا شايفينها بتتدلع، بس ممكن توصل لمرحله ان هي تحاول تاذي نفسها او تاذي اللي حواليها. علشان كده بجد الادويه مش عيب، ولا العلاج عيب، ولا ان احنا نروح لدكتور عيب، ولا ان احنا يبقى عندنا وعي عيب. وكل ما كان عندنا وعي كل ما احنا حمينا نفسنا من الامراض النفسيه. وانا بقول لكم ده على خبره من يعني من رحله طويله قوي. ممكن ما ابقاش حابه اشير قوي، بس رحله طويله قوي ليها علاقه بالطب النفسي في عيلتي. وانه رحله ان انا الوعي اللي كان عندي، او الوعي اللي انا بنيته عن الطب النفسي، وعن ان انا كنت لما بحس بحاجه على طول انا عايزه اتعلم، على طول عايزه اروح ثيرابي، على طول عايزه افهم اكتر ده ايه. ده فرق معايا جدا ان انا ما انتكسش، او ان انا ما يجيليش حاجه وراثيه، او ان انا الدنيا معايا ما تبوظش. فرق معايا جدا. ولما كنت بتكلم مع الثيرابيست بتاعتي ان انا خايفه بعد الولاده امر بحاجه او كده، قالت لي ان الوعي في حد ذاته 50% من العلاج. ان بعد الولاده لو انت ما عندكيش وعي مش تقدري تحمي نفسك، لكن لو انت عندك وعي اتليست هتقولي انا يا جماعه انا تعبانه، يا جماعه انا فيا حاجه غلط، انا عايزه اروح لدكتور. فده بالنسبه للسايكاتري او العلاج او الطب النفسي. طيب هل كلنا محتاجين ثيرابي؟ يعني هل احنا كلنا محتاجين ثيرابي؟ لانه ده حاجه ناس كتيره قوي قوي بقت عايزه تروح لها وعايزه تعملها. انا مبسوطه انه الحمد لله ان بقى في وعي بالثيرابي، والحمد لله ان بقى في وعي بفكره مفهوم العلاج النفسي. بس خدوا بالكم انه ساعات في ناس بتكسل انها تشتغل على نفسها وتقرا، وان هي تشتغل على نفسها اكتر، فتحس تاخد اول اتجاه ان انا مكتئب، اول اتجاه ان انا فيا حاجه غلط. لا، حاولي ان انت الاول تشتغلي على نفسك. كفايه ان انت تبقي عارفه ان انت عملتي كل حاجه تقدري تعمليها لوحدك قبل ما تروحي رحله الثيرابي. لان انت لو فاكره ان رحله الثيرابي هتبقى سهله، لا هي مش سهله خالص. هي مش سهله خالص، وفي اولها صعبه جدا، وبتطلع حاجات كتير جدا. وفي ناس كتيره قوي بتقرر انها ما تكملش بسبب ان هي فتحت في حاجات هي ما كانتش عايزه تفتح فيها. ولو ان انا شايفه انه برضو التفتيح في الحاجات والتفتيح في الماضي وكل الكلام ده، طبعا الثيرابي بيساعدنا ان احنا نكون هنا وفي اللحظه، يعني بيساعدنا نكون يقظين في اللحظه. بس ساعات عشان نبقى يقظين في اللحظه دي لازم ان احنا نبدا نعالج الحاجات اللي من ورا. فده بيساعدنا ان احنا يبقى عندنا وعي اكتر بافعالنا اللي في اللحظه، او هي الافعال دي بتنتج مننا ليه اصلا. فبتجنب الافعال، او بتجنب ان انا يبقى عندي باترنز. ودي حاجه مهمه جدا تاخدوا بالكم منها. لو انتوا بتعدوا باترنز، انتوا شايفين ان انتوا بتعدوا باترنز واضحه كل شويه، مثلا في موقف معين بتتصرفوا فيها بنفس الطريقه، وانتوا حاسين انتوا لا انتوا عايزين تتغيروا من نفسكم في الحاجه دي لان ده مش اصح تعامل، خليكوا صادقين مع نفسكم، خليكوا فعلا عارفين ان انتوا في مشكله، وابداوا روحوا لحد ثيرابي. طيب شيماء بقى نختار الثيرابي ده ازاي، او نختار هو دكتور ولا سايكاتريست ولا حد معالج نفسي ازاي؟ اولا اول حاجه بنعملها ان احنا بنشوف احنا عايزين حد اونلاين ولا اوفلاين. اونلاين في كذا منصه ليها علاقه بالاونلاين، بس انا بفضل ان انتوا تشوفوا عيادات، حاجات تكون موثوق فيها. حتى لو غاليه شويه، الثيرابي غالي، حتى لو غاليه شويه فهو استثمار في نفسكم. انا لسه كنت بتكلم مع مامتي بقول لها ان انا
ما حوشتش كتير، يعني ما حوشتش من شغلي واشتغلت كتير قوي بس قالت لي حاجه جميله قوي. قالت لي بس يا شيماء انت روحتي ثيرابي واشتغلتي على نفسك كتير قوي ورحتي حاجات اتعلمتي فيها. فانا حسيت انه فعلا ده اللي عمل شخصيتي دلوقتي. اللي عمل شخصيتي دلوقتي هو ان انا رحت وكنت بدفع في جروب ثيرابي، وبدفع في كذا ومن مرتبي ومن شغلي علشان خاطر ابقى احسن. ده ما كنتش بستخسر، لان انتوا لو بصيتوا ان انتوا ممكن تروحوا تدفعوا المبلغ ده في حاجه تانية، او مثلا تروحوا تدفعوه في خروجه، بس انتوا مكسرين تدفعوه في نفسكم. فبجد ما تكسروش ان انتوا تستثمروا في نفسكم وتبداوا رحله الثيرابي. طب بنختار ازاي؟ بنشوف الاول العيادات مثلا القريبه مننا على جوجل مابس، بعدين ندخل على العيادات دي نشوف لستة الدكاتره، ندخل نسالهم مثلا احنا عايزين نعرف تخصصات الدكاتره اللي موجوده عشان تختاروا منها. فتحنا شفنا تخصصات الدكاتره. انا عن نفسي ارشح عيادتين من احسن العيادات في مصر، هما دي بي تي كلينيك في اسكندريه، واظن ان هم عندهم اونلاين كمان. عن نفسي دي العياده اللي انا كنت بروحها وانا في اسكندريه، ومن افضل مدارس العلاج النفسي هي. وسايكي كلينيك، سايكي كلينيك موجوده في الشيخ زايد، موجوده في مدينه نصر، موجوده في التجمع اي ثينك. لان هم عندهم نفس مدرسه العلاج، وهي مدرسه علاج الدي بي تي، والدكاتره فعلا مؤهله لده. لانه انا ما بين انتقالي كنت بروح للثيرابيست بتاعتي في اسكندريه، وبعدين كنت عايزه اروح لثيرابيست تانية ليها علاقه بالتشايلد هود تروماز وكده، وتساعدني اكتر في فتره الحمل. مريت بتجربتين سيئين جدا، يعني مريت بتجربتين. واحده منهم كانت كانت بتحكي لي عن خطيبها النرجسي وبتعيط. يعني كنت انا اللي ناقص اقوم اديها المناديل، اللي هو لا والله عارف انت بقى، انت اللي هتقعد تصعب على الثيرابيست، يعني الثيرابيست هو اللي يصعب عليك. فدي كانت دي كانت يعني الثيرابيست اللي انا عديت بيها. وكانت في واحده تانية قالت لي حاجه، قالت لي كلمه كبيره، يعني قالت لي كلمه انا اصلا اتفاجأت، هو انت ازاي تقولي لي كده؟ او ده مش تشخيص اصلا، عارفين حاجه اللي هو حاجه كده اللي هي انتقاد، مش تشخيص اصلا. وانا عشان كنت فاهمه لا ان دي حاجه غلط. والاثنين دول بالمناسبه ما كانوش دكاتره، كانوا اللي هو اخصائي نفسي، او اللي هو كانوا ثيرابيست اللي هو مش خريج كليه طب. عشان كده انا برشح لكم دي بي تي وسايك، عشان الناس اللي موجوده هناك دكاتره. هم ما يعرفونيش اصلا، ما يعرفوش ان انا هتكلم عن الموضوع ده خالص. بس قصدي انه انتوا مهم. وانا عرفتهم ازاي؟ عرفتهم باي ريسيرش، ان انا سالت الناس اللي حواليا يا جماعه انا عايزه اروح ثيرابي كويس، على جوجل اشوف تخصصات الناس، اقرا عن تخصصات الناس هم متخصصين في ايه. كل دكتور بيبقى كاتب انا مثلا متخصص في الاكتئاب، متخصص في صدمات الطفوله، متخصص في الاضطرابات النفسيه. فشوفوا التخصصات وشوفوا ايه اللي انتوا عايزين تشتغلوا عليه. ولو رحتوا لثيرابيست شاطر هو هيجايد يو، يعني هو هيقول لكم لا التخصص ده مش بتاعي، انا ارشح لكم حد تاني تروحوا له. استنى اشرب ميه عشان تعبت. مهم قوي ان احنا نشوف السيرتيفيكتس بتاعه الحد اللي انا هروح له، الشهادات. الشخص ده تأهل ان هو يقعد معايا يديني نصيحه عن طريق ايه الشهادات اللي معاه. الشهادات مش مهمه في حاجات كتير قوي، بس دي مهمه، لان ده مش حد، ده حد انا هحكي له على اسراري، حد هحكي له على اعماق حاجات انا عمري ما اتكلمت فيها حتى مع نفسي. فما ينفعش ان انا اختار اي حد والسلام اروح افضفض معاه واتكلم معاه. مهم جدا اختار، اشوف الشخص ده شهاداته ايه، السيرتيفيكتس اللي هو واخدها، خريج كليه ايه. يعني في ثيرابيست شاطرين قوي اللي هم خريجين الجامعه الامريكيه، اللي بيبقى معاهم ماسترز في السايكولوجي مثلا، وبيبقوا متخصصين في حاجات معينه. في ناس خدت الشهادات بتاعتها من بره. مهم ان انا اشوف الشخص ده شهادته ايه عشان يقول لي النصيحه دي، او بناء على ايه بيتكلم معايا، وبناء على ايه بيديني نصيحه. طيب لايف كوتش بقى، اللايف كوتش ده بروح له لما ابقى تايه. احنا عندنا كذا انواع كتير قوي من الكوتشنج. عندنا ريليشن شيب كوتش، الحد المتخصص في العلاقات. عندنا الكارير كوتش، الشخص المتخصص في الكارير. اللايف كوتش اللي هو بيساعدني في كل جوانب الحياه، ده شخص بيبقى واخد شهاده كوتشنج، اي ثينك في اسمها الاي سي اف او حاجه كده. المهم ان بتسالوا يعني على ايه انواع الشهادات بتاعه الكوتشنج، بيبقى حد واخد شهاده، وتشوفوا عدد الساعات اللي اشتغلها مع كلاينتس قد ايه. مش اي حد كده تروحوا له عدد الساعات اللي هو اشتغلها مع ناس وخلص عدد الساعات دي ولا لا. وبروح له لما ابقى تايه، يعني ده الحد اللي انا بروح له عشان ينظم لي حياتي، عشان لما ابقى تايه في الكارير، لما ابقى تايه العلاقه بتاعتي فيها علاقتي مثلا مع جوزي، مع خطيبي، مع اهلي، علاقتي فيها مشكله، مثلا بيرنتنج كوتش عندها مشكله مع ابنها. فدي بروح لها في الحاجات اللي هي تساعدني ان انا حد اتكلم معاه وينظم لي حياتي وينظم لي الموضوع. مش بروح له لما ابقى حاسس ان فعلا في مشكله وانا لازم اشتغل على المشكله دي.
فده كده بالنسبه للكوتشنج. اهم حاجه ناخد بالنا منها ان احنا يبقى عندنا صبر، ان احنا لو في حد ما نفعش معانا عادي جدا ان احنا نروح نجرب حد تاني وتالت لحد ما نلاقي حد مناسب معانا ومناسب مع شخصيتنا. انا مثلا الدكتوره بتاعتي في ناس رشحتها لها لا هي ما نفعتش معاهم وراحوا لحد تاني. فعشان كده بقول لكم ما تروحوش تسالوا حد اللي هو شيماء احنا عايزين نروح للحد بتاعك، لا اعملوا يور ريسيرش، اسالوا شوفوا الحد ده كويس ولا لا، شوفوا ناس راحت معاه، شوفوا الريفيوز على الشخص ده، شوفوا الشخص ده مثلا لو عنده سوشيال ميديا طريقه كلامه هي مناسبه معاكم ولا لا. وبالمناسبه معظم الدكاتره الشاطرين صدقوني ما عندهمش اصلا سوشيال ميديا او مشهورين على السوشيال ميديا. فعشان كده بقول لكم حاولوا تعملوا ريسيرش بتاعكم كويس قوي، تشوفوا انتوا محتاجين ده ولا لا. في كتب بجد حلوه قوي 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 عن السيلف هيلب، اقروا الكتب اللي هي بتاعه السيلف هيلب، هعمل لكم فيديو عن الكتب اللي انا قريتها وفادتني قوي ان شاء الله. ان شاء الله هحاول اعمل الفيديو الجاي او اللي بعده. بس كنت بقول لكم اقروا كتب في ليها علاقه بالسيلف هيلب، هتساعدكم كتير قوي قوي قوي. اعملوا جورنالينج لو انتم مش قادرين دلوقتي تدفعوا في الثيرابي، اعملوا جورنالينج كل يوم، طلعوا كل المشاعر دي مره مع مره، هتلاقي نفسكم بتسالوا نفسكم هو احنا ليه بنحس بالمشاعر دي، فتبداوا تحللوها فتبداوا تفهموها اكتر. اسمعوا فيديوز كتير عن ده، في فيديوز كتيره قوي على يوتيوب، بودكاست بتتكلم عن الصحه النفسيه. ما تستهونوش ابدا بالموضوع حتى لو الموضوع ترندنج وكل الناس بتتكلم فيه، حاولوا ان انتوا تسمعوا اللي يفيدكم ويبقى عندكم دايما القدره على ان انتوا تشتغلوا على نفسكم. مش اي وقت تصنفوا نفسكم ان انتوا مكتئبين صدقوني الاكتئاب ده حاجه كبيره قوي قوي، ومش اي حبه زعل يعني اكتئاب. الاكتئاب ده حرفيا اوضه ضلمه الشخص بيقع فيها، بيبقى مش قادر اصلا ان هو يقوم من السرير، بيبقى بيفكر في افكار يأذي بيها نفسه. يعني مش اي حبه زعل بيبقوا اكتئاب، ساعات الشخص بيحتاج ان هو يقوم ويشتغل على نفسه عشان تبقى حياته احسن، وساعات بيحتاج مساعده، وده مش عيب ان هو يشتغل على نفسه عشان تبقى حياته احسن. وكل ما كان عندكم وعي بنفسكم، كل ما كان عندكم وعي باللي انتوا بتمروا بيه، صدقوني ده هيفرق معاكم كتير جدا جدا في رحلتكم، هيفرق معاكم كتير قوي في تطور نفسكم. وما تستخسروش في نفسكم وان انتوا تستثمروا في ان انتوا شخصيتكم تبقى احسن. وحاجه كمان مش لازم تقولوا للناس ان انتوا بتروحوا ثيرابي، يفضل ما تقولوش لحد معاكم في الشغل ان انتوا بتروحوا ثيرابي عشان بيحصل جادجمنت ومش كل الناس بتتقبل، بالذات في الشغل. نصيحه ما تقولوش لحد. بس كده النهارده الفيديو قصنطوط شويه، بس حبيت ان انا اجمع لكم كل المعلومات اللي ليها علاقه بالثيرابي. قولوا لي لو عندكم اي اسئله تانية في الكومنتس، وهستنى بعمل على طول Q&A على انستجرام، اسالوني هناك لو انتم محتاجين اي حاجه. ودعواتكم ادعوا لي بجد الفتره دي تمر على خير عشان بجد تعبانه قوي. وبس كده اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. باي باي.